بيوم العيد جارة راحت على جارتها وقالت لها أريد تجين تعاونيني، اليوم عيد وجايين أبوي وأمي وأخواني وخواتي عندي وأريد أسوي لهم غدا. جارتها طبعا أهلها بعيدين، قالت لها تبشرين. راحت معاها وحضرنا الأكل والغدا. ففاتوا أهل المرأة وقامت تحضن بيهم وتبوس بيهم بأخوانها وخواتها وأبوها وأمها. هي خنقتها العبرة ما حد جاها من أهلها، فقامت راحت على بيتها، قعدت على باب البيت، قالت بدي أقعد مناطر بلشي حدا منهم يجي من أخواني من خواتي أبوي أمي. ظلت قاعدة من الظهر من وقت الغداء ليه ما غابت الشمس، ما حد جاء من أهلها ولا من خواتها ولا من أخوانها يعايدها. خنقتها العبرة فقامت تبكي، قامت تنعي، قامت تقول يا هنيال هالبالعيد جوها، يا هنيال هالبالعيد جوها، اخوانها وامها وابوها وقعدوا قبالها وعايدوها، ويا وصف المثلي نسوها. فقامت تبكي وفاتت سدت الباب وقطعت الامل من جية اخوانها. هل يا ترى عايدت اختك الحنونة اللي بمكان امك؟ هل يا ترى رحت زرتها بهالعيد وسلمت عليها؟ هل يا ترى رحت على امك؟ حتى ما اذا كان المكان بعيد واجب عليك انه تروح على امك، على اختك، على ابوك، تزورهم بهالعيد وتسلم عليهم. فاختك اخص هي الاخت البعيدة لما اخوها يجيها، هاي كبيرة تلاقيها قد الدنيا، تحس انه جبل جاها مو اخوها قدام جيرانها وقدام الغرب. واللي ما جاها اخوها واللي ما جاها اهلها، انا اخوها واقول لها كل عام وانت بألف خير.